النهارده انت لو مش عارف تتكلم انجليش بشكل كويس مش هتعرف تعمل انترفيو. فانت الف ب دلوقتي في حياتك العاديه جدا لازم يكون معاك انجليش كويس جدا، تقدر على الاقل خالص تعمل بيه اساسيات الحياه، زي انك تعمل انترفيو شاطر وتعرف يعني تأدي فيه بشكل كويس جدا. لو قابلت اي موقف معين محتاجك تتكلم انجليش تعرف تعمل ده. فاساسيات الحياه دلوقتي انك لازم يكون معاك انجليش كويس. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي عايز اتكلم انجليش، فانا هقولك على 4 نقط معينة. لو عملتهم انت في وقت قياسي جدا هتلاقي نفسك بتتكلم انجليش كويس جدا. النقطة الأولى، أنا عايزك تتعلم English vocabularies على قد ما تقدر، وعبارات كاملة كمان مش بس كده كلمات منفردة. طيب دي هنتعلمها ازاي؟ أنا عايزك أول ما تشوف أي نص انجليش قدامك حاول تقراه. طيب لو هتتفرج على أفلام انجليش وكلنا بنعمل كده، انا علشان اكون امين معاك اوكي اتفرج على الفيلم الاول بالعربي، يعني خلي الترجمة اوكي بالعربي عشان تستمتع بالفيلم وتفهم القصة بتاعته. بس بعد كده عايزك تتفرج على نفس الفيلم بس انجلش subtitles. دي هتفرق معاك جدا وهتعلمك انجلش vocabularies كتيرة بشكل انت مش هتصدقه. اللقطة فين بقى؟ انا عايزك تستخدم كل الانجلش فوكاب اللي هتتعلمها من الحاجات دي في المحادثات اليومية بتاعتك. النقطة التانية، انا عايزك تتكلم بانتظام، انك تتكلم انجلش في كل فرصة هتكون متاحة قدامك، سواء بقى لو تقدر تاخد كورس في بطبيعة الحال مثلا هيكون في workshops هناك فهتخليكوا تتكلموا مع بعض، او لو تقدر تتكلم مع صحابك اللي عارفين انجلش ده هيساعدك كتير. ولما تتكلم بشكل منتظم هيبدأ يتكون عندك الشعور بالثقة، وهتتطور كمان مع الوقت مهارة التحدث عندك. النقطة التالتة، الاستماع بشكل فعال. دي هتعملها ازاي؟ حاول دايما تخلي عندك عادة انك تسمع اللغة من اهل اللغة، دي من اكتر الحاجات اللي هتطورك جامد. عايزك بقى تركز لي هما ينطقوا ازاي عشان تعمل حاجة اسمها imitation او انك تقلد الطريقة دي. في الاول هتسمع ناس كتيرة تقولك انت بتفيك الاكسنت على فكرة، بس بلاش ده يضايقك تماما، انت مع الوقت هتلاقي نفسك يعني more natural بتتكلم بشكل طبيعي اكتر. طيب ده هتلاقيه فين؟ انا عايزك تدخل على جوجل بلاي او اب ستور، هتلاقي فيه برنامج حلو جدا اسمه بودكاست، حمله وابدأ بشكل يومي اسمع من الحاجات اللي هناك دي، او انك تشوف طبعا الافلام. لسه النقطة دي بنتكلم فيها من شوية، الأفلام والمسلسلات الإنجليش اللي بنتابعها. النقطة الرابعة والمهمة جدا، اتكلم بكل ثقة، مش عايزك تخاف انك تغلط. مهم جدا انك ما تبقاش خايف وانت بتتكلم انجليش انك تغلط او يحصل حاجة. يعني لو غلطت صلح الغلطة وكمل، انت احسن بكتير جدا من اي حد مريح دماغه اصلا ومش بيطور نفسه في اي حاجة. واكيد مش هنكون بيرفكت في الاول، بس ما تقلقش كله بالممارسة بيجي. طيب ده هنعمله ازاي؟ زي ما اتفقنا انت هتتكلم بشكل مستمر. طب حصل وغلطت في النطق، اوكي ولا يهمك، كمل عادي، صح الكلمة وكمل عادي. لو مشيت على ال4 نقط دول صدقني مستواك هيبقى في حتة تانية في وقت قليل انت مش هتكون مصدق اصلا ازاي. فما تنساش ان ده يحصل بشكل روتيني وخليه عادة عندك.